ركز معايا كده. لو انا خيرتك دلوقتي تاخد مليون جنيه ولا تاخد جنيه كل يوم لمدة شهر بس بيتضاعف في اتنين كل يوم، يعني كل يوم يتضاعف في اتنين، يعني اول يوم جنيه، تاني يوم في اتنين يبقى باتنين جنيه، تاني يوم باربعة، تالت يوم باربعة جنيه. فانت ايه رأيك لو انا دلوقتي خيرتك تاخد مليون جنيه في الشهر ولا تاخد جنيه متزايد في اتنين لمدة شهر؟ هتختار ايه؟ فكر كده معايا، هتختار ايه؟ طبعا العقل البشري طبيعي جدا، اي حد هيتفرج عليا دلوقتي لو هو في ايده الخيار ده على طول بديهي هيروح على المليون جنيه. ليه بقى؟ علشان دي الفلوس الكتيرة، هو شايف ان دي كده فلوس كتيرة. النهاردة مش طالع اقول لك مشروع بس، طالع اديك درس. الدرس ده هيفيدك في حاجات كتير، وهقول لك ايه الدروس المستفادة من اللي انا هحكيه لك دلوقتي. دلوقتي احنا اتحطينا ما بين خيارين، ما بين الخيار الاول ان احنا ناخد مليون جنيه لوكشة واحدة، ولا ناخد جنيه متزايد في اتنين لمدة شهر. طبعا من غير ما انا اسمع رأيك او اسمع رأيك، على طول احنا هنجري على المليون جنيه. بس تعالوا كده اوريكم حسبة بسيطة وهعرفكم في الفيديو ده ايه اللي احنا هنستفاد منه او ايه اللي هنستفاده من الفيديو ده. يلا بينا. بص يا صديقي، مش عايزك تتخض من الارقام. طبعا احنا هنا زي ما احنا طبعا شايفين هنا المليون جنيه لمدة شهر، دي طبعا كل الناس اختارتها. وهنا 1 جنيه لمدة شهر في اتنين، الناس ما اختارتهاش. طيب دلوقتي طبعا من الطبيعي ان انت هتختار المليون جنيه، لكن تعال اقول لك بجنيه واحد تقدر تعمل ايه بيه لو هو متزايد كل يوم. اول يوم واحد في 2 جنيه، واحد اول يوم جنيه بتاخد جنيه، تاني يوم 2 جنيه. طبعا هتضرب ال2 جنيه في 2 هيديك 4. تالت يوم، رابع يوم 8 جنيه، خامس يوم 16 جنيه، سادس يوم 32 جنيه، سابع يوم 64 جنيه، 128، 256، 512، 11، معلش 10، هتلاقي هو الرقم ده 10,024. طيب احنا هنا اليوم العاشر وعملنا بس 1024. طب تعالى من ال11 لو ضربنا الرقم ده في 2 هيدينا 2048 زي ما انتم شايفين. طب هنضرب ال 2048 في 2 هيدينا 4056 في 2 8192، 16384، 32768. اكيد انتوا فاهمين انا اقصد ايه يعني. 65,536، 131، 72، 262، 144. ده في اليوم الثامن. في اليوم التاسع 524، 1800، 288. اليوم العشرين، ركز معايا كده في اليوم العشرين هنا. اليوم العشرين هتعمل 1,048,576. ركز بقى معايا هنا، احنا هنا لسه في اليوم العشرين. ده أول 10 أيام دول، أو تاني 10 أيام اللي هم 20 يوم كده. في أول 20 يوم أنت كسبت 1,048,000. ركز هنا، أنت مرضتش تاخد المليون، لكن هنا في اليوم العشرين لو انت بتاخد 1 جنيه متزايد في 2 فانت كده عملت 1,048,000. واحسبها معايا على الآلة. طيب تعالى في اليوم ال21. طبعا هتضرب المليون في 2 هيبقوا 2 مليون، تضرب ال2 مليون هيبقوا 4 مليون، ال4 مليون هيبقوا 8، ال8 16، ال16 33، ال33 67، ال67 134، ال134 هيبقوا 268. اليوم ال29 هيبقى 536,870,000. ده اليوم ال29 سوري. اليوم ال30 هتعمل 1,700,000,000. انت متخيل من 1 جنيه لمدة شهر انت ضربته في 2 عملت مليار جنيه؟ متخيل؟ طيب ايه بقى اللي احنا هنستفاده بقى من الموضوع ده علشان نقدر نعمل المليون ونعمل ال2 مليون ونعمل الارقام دي؟ تعالى كده بقى معايا، ارجع كده معايا علشان اقول لك ايه الدروس المستفادة من الموضوع ده. طبعا احنا هنتعلم حاجتين بسبب الدرس ده، وهي الاستمرارية. انك لازما تستمر، ما تبصش ان انت
انا هعمل حاجه واعمل بيها مثلا مليون جنيه وافضل قاعد عليهم. لا، انت ممكن تعمل مليون بس تخسرهم مثلا، او تعمل مشروع يخسر مثلا من اول يومين ثلاثه، لكن ممكن تستمر في حاجه يكون ربحها قليل لكن تكسب من وراها مليارات. تمام. وتاني درس هنتعلمه من القصه دي هو الصبر. لازم تصبر. مش هتصبر انت وقعت، لان الصبر هو يعني زي ما بيقولوا هو مفتاح الفرج، وهو يعني ربنا ذكره في القرآن. فالصبر ده مهم جدا، لازم تصبر. ما ينفعش كل حاجة سريعة، لا لازم تصبر علشان تاخد زي ما بيقولوا نايبك صبر. فاحنا نتعلم حاجتين في الموضوع ده، الاستمرارية والصبر. ونتعلم بقى حاجة تالتة مهمة، انك ممكن تفكر في فكرة. مش شرط يكون معاك ملايين، يعني انت لو معاك جنيه في جيبك زي ما احنا قلنا هنبدأ بجنيه، بس الجنيه ده تعرف تعمل بيه مشروع يتزايد في اتنين كل يوم. صدقني هتعرف تطبق اللي انا وريته لك على السبورة ده. يعني هنفترض مثلا انا بديك مثل طبعا، مش دي مش حقيقية، ان احنا مثلا هنجيب لبانة بجنيه. لبانة بجنيه، تمام، او هنقول لبانة وهنبيعها ب2 جنيه. هنبيعها ب2 جنيه. اول يوم هيبقى معايا 2 جنيه، صح؟ حلو الكلام قوي. هروح اجيب بال2 جنيه لبانه واروح ابيعها ب2 جنيه، هيبقى معانا اليوم التاني 4 جنيه. اليوم التالت هروح اجيب 4 لبانات وهبيعهم، هيبقى معايا 8 جنيه. انت فاهم؟ اليوم الرابع هيبقى معايا 16 جنيه، اليوم الخامس 32 جنيه. فهي دي الفكرة. حاول تطبق الفكرة دي على اي مشروع يجي في دماغك، وصدقني هتلاقي نفسك انت بقيت في حتة تانية. ما تبصش ان انا عايز اعمل بوم، اعمل فكره تجيب لي مليار جنيه وافضل عايش بقى ملك زماني بالمليار جنيه. لا، اعمل فكره تجيب لك كل يوم تضاعف فلوسك كل يوم. الفكره مش انك يبقى معاك فلوس، الفكره ان الفلوس اللي معاك تجيب فلوس. وده اللي احنا المفروض نفهمه من الرساله اللي انا او من الفيديو اللي انا عملته لكم ده، ان احنا الفلوس اللي معانا لما بتجيبش فلوس يبقى ملهاش لازمه. زي ما بيقولوا كده الفلوس بتجيب فلوس، لكن الفلوس هتفضل في جيبك وهتصرف وبتاع، او هتعمل حاجه مره واحده تجيب لك الفلوس دي مره واحده. صدقني هتقع في اقرب وقت. فاهم حاجه؟ تفكر في فكره تكون بتطبق على اللي انا وريته لك ده على السبوره. تمام. تقدر ان هي تضاعف لك الفلوس اللي في جيبك كل يوم. مش شرط اللي في جيبك يكون جنيه، زي ما قلنا ممكن تبدأ ب1000، ممكن تبدأ ب2000، ممكن تبدأ ب10. بس أهم حاجة إن كل يوم فلوسك تتضاعف في 2. فكر و... وابدع بقى. يعني أول حاجة اتعلمناها الاستمرارية، تاني حاجة الصبر، تالت حاجة إن أنا بديك فكرة مشروع صايعة. مش شرط أقول لك إن هو مشروع وأعمل لك دراسة جدوى، بس اديتك فكرة تقدر إن أنت تبدأ بيها أي مشروع. وده دروس النهاردة اللي إحنا استفدناها من الفيديو. يا رب يكون الفيديو عجبك. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لي سبسكرايب على القناة، وما تنساش تفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد احنا بنقدمه. كان معاكم هشام سعيد. سلام.